هو انا عندي سؤال مش لاقي له حل او مش لاقي له اجابه. هو ليه الفار ما بيعطلش الا في مباريات الزمالك؟ انا عايز اجابه على الموضوع ده. يعني في الكاس، مباراه الكاس كره القدم دور ال 16 كل المباريات اتلعبت بالفار. جت عند مباراه الزمالك وسيراميكا قال لك لا، الفار عطلان. نعم، ما لعبوش بالفار، ويا ريتهم حتى قالوا عطلان. يا ريتهم حتى قالوا عطلان. لا، ده الفار ما اشتغلش اصلا، ولا خبروا اي حد، ولا حتى عرفوا نادي سيراميكا. طيب هل دي ما فيش عليها علامات استفهام؟ عليها علامات استفهام. سكتنا، عدت. نادي سيراميكا نادي غلبان. طيب النهارده كانت نهائي كاس الطايره، كره الطايره سيدات. احنا لسه واخدين البطوله على حساب بطوله الدوري على حساب نادي الزمالك. جه اتحاد الكوره او اتحاد الطايره طلع بيان قبل المباراه بكام ساعه؟ ب4 ساعات. قال لك المباراه هتتلعب من غير تقنيه الفار في الطايره. ليه؟ الفار عطلان. طيب ما تأجلوا المباراة شوية، أجلوها يوم، أجلوها ساعتين، صلحوا الفار، هاتوا فار تاني. إيه، إحنا فقر للدرجة دي؟ ولا هو الزمالك محتاج بطولة عشان الأهلي واخد كل البطولات؟ بصوا تاني، أنا مش مع مبدأ إن إحنا ناخد كل البطولات، رغم إن أنا نفسي، بس مش صح. مش صح ومش حلو، مش هيبقى فيه منافسة. رغم إن أنا نفسي كأهلاوي ناخد كل البطولات عادي، يعني بتمنى الخير لفريقي، مفيش مشكلة. لكن يا جماعة خدوا بطولة بالحلال. هو انتوا ما تعرفوش تاخدوا بطوله بالحلال؟ يعني ما تعرفوش تاخدوا بطوله كده منكم لنفسكم؟ لازم يبقى في مساعدات خارجيه. لازم طقم الحكام الاجنبي نعمل عليه موال وما يجيش في مباراه الاهلي والزمالك. لازم حوارات واتفاقات واللعب من تحت الترابيزه. طب ما تاخدوا بطوله بالحلال، مش انتوا كويسين؟ احنا عندنا كميه اصابات كبيره، ومنها تاتيانا ديت اللي هي المحترفه، اللي هي تعتبر اهم لاعيبه في الفريق، دي اتصابت من يومين. ماشي، طيب خدوا البطوله، اكسبوا، والله ما عندي مانع، اكسبوا يا جماعه، ما فيش مشكله. ان هو فعلا نادي الزمالك النهارده كسب الاهلي 3-0. الف مبروك، الف مبروك. بس ليه دايما المكسب بتاعكم يبقى عليه علامه استفهام او عليه شبهه؟ ليه؟ هتستفادوا ايه؟ هتفضلوا طول عمركم كده وتقولوا اكبر قلعه ومش اكبر قلعه؟ طب ما تكسبوا يا جماعه بالضمير وبالاخلاق وباللعب الشريف واللعب النزيه. ما تكسبوا، اكسبوا والله مش مشكله. احنا نخسر عادي برضو مش مشكله، ما احنا عندنا بطولات كتيره، مش مشكله ما جاتش من بطوله. لكن مش كده يا جماعه، مش كده. لكن الموضوع كده يعني ايه؟ ريحته فحت قوي قوي، انتوا ريحتكم فحت قوي. عمالين تتكلموا وتشتكوا الحكام المصريين ومش الحكام المصريين، وانتوا اكتر ناس من تحت الترابيزه عايزين حكام مصريين عشان عارفين ان من غيرهم مش هتعرفوا تكسبوا. ده يا راجل، ده كل النوادي دلوقتي اللي بتلعب نادي الزمالك بتطلب حكام اجانب. سموحه طلب حكام اجانب رفضوا. طب اتحاد الكوره رفض ليه؟ مش عارف. هل الاعلام تداول الموضوع ده؟ مفيش حد يتداول الموضوع ده. هل حد اتكلم عنه؟ مفيش حد اتكلم عنه. طب رفضتوا ليه سموحه في الدوري انه يلعب بحكام اجانب؟ مش عارف، مع ان سموحه كان هيدفع. طيب دلوقتي سيراميكا طلب حكام اجانب، وافقتوا. بس عارفين وافقتوا ليه؟ عشان القلق اللي حصل بعد مباراه الاهلي والزمالك. انتوا وافقتوا غصب عنكم. اتحاد الكوره اتحاد فاشل، اتحاد فاشل، وهفضل اقولها. اتحاد الطايره اتحاد فاشل ومتعصب. اتحاد كره القدم اتحاد فاشل وملوش لازمه، ولا له اي ثلاثه لازمه، واقالته اقل واجب، اقل واجب. ليه نادي سيراميكا طلب حكام اجانب؟ عشان شاف الظلم اللي وقع عليه في المباراه اللي فاتت. شاف الظلم اللي حصل عليه في المباراه اللي فاتت، فبالتالي والقرارات الفجه من الحكم مش فاكر كان اسمه ايه. خلاص، اصل ويرجع عميدو يقول لك احنا الحكام المصريين بيظلمونا. بيظلموا مين يا معلم؟ ورينا هتعمل ايه في مباراه السيراميكا بالحكام الاجانب. بس يا رب، يا رب في مباراه سيراميكا يطلع الفار شغال. انا نفسي في مباراه سيراميكا يطلع الفار شغال. ربنا معاكم يا سيراميكا، وفلوسكم ما تروحش على الارض، وفي الاخر يطلع الفار ايه؟ شغال. لان كده عندي احساس برضو ايه ليها مخرج. انتوا طلبتوا حكام اجانب، هنجيب لكم حكام اجانب، بس الفار بقى مالكوش دعوه بيه. ها، طب شغال مش شغال مش مشكله، ما تدققش. حد هيعمل شاي طيب عشان نبقى عارفين؟ هيحط شيل الفيشه ويحط فيشه الكاتل؟ سيبها على الله. السلام عليكم.